قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية التي تعرف إعلاميا إسكوبر الصحراء، والتي يتابع فيها كل من سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق إلى تاريخ 28 فبراير الجار. وجاء قرار التأجيل بهدف استكمال الاستماع إلى باقي المتهمين المتورطين في الملف، حيث تم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى شخصين، أحدهما مغربي والآخر يحمل أصولا جزائرية، وقد أنكرا جميع التهم الموجهة إليهما. وشهدت الجلسة حضور كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي إلى المحكمة صباح الجمعة، حيث يواجهان تهما ثقيلة تشمل التزوير في وثائق رسمية عبر اصطناع اتفاقات واستعمالها، إلى جانب المشاركة في اتفاقات تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها، فضلا عن النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، دفع الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة تحت التهديد، إخفاء أموال متحصلة من جنحة، تزوير شيكات واستعمالها، والتورط في أفعال تمس بالحرية الشخصية والفردية لتحقيق مصالح شخصية.